السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم من جديد في قناتكم السياسة بالدارجة. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيناكم بموضوع جديد وقضية مؤلمة هزات الرأي العام في المغرب، واللي خلات بزاف ديال الناس يطرحوا تساؤلات كبيرة. شنو اللي كيوقع في المجتمع ديالنا؟ وعلاش بعض الناس كيوصلوا لهاد الدرجة ديال العنف؟ في هذا الفيديو غنهضروا على تفاصيل هاد الواقعة، وغنحاولوا نفهموا الأسباب اللي ممكن تخلي واحد الإنسان يوصل لهذا الفعل الخطير، وغنشوفوا حتى الجانب القانوني والاجتماعي ديال القضية، وكذلك الدروس اللي خاصنا نستافدوا منها كاملين. بقاو معنا حتى الآخر الفيديو باش تعرفوا التفاصيل كاملة، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا خليونا نبداو الحكاية من البداية. الإخوان، في هذه الحلقة غنجاوبوا على واحد سؤال مهم: شنو اللي يقدر يخلي واحد الزوج يدير هذا الفعل الخطير في الزوجة ديالو؟ القضية وقعت في مدينة المحمدية، حيث واحد الزوج استدرج الزوجة ديالو لواحد المكان وبدا كيعتدي عليها بسلاح أبيض قدام الناس. الشهود قالوا باللي السلاح كان كبير، وهذا الشيء خلى الناس يخافوا يقربوا ليه حيث كان هايج وما باينش عليه شنو ممكن يدير. بعض الناس اللي كانوا حاضرين قالوا باللي سمعوا الصياح ديال السيدة وجراو باش يشوفوا شنو واقع، ولكن ملي شافوا السلاح الكبير وخوفوا لا يعتدي عليهم حتى هما ما قدروش يقربوا. في هذه الحالات التدخل المباشر كيكون خطير بزاف، خصوصا إذا كان المعتدي فاقد السيطرة على راسه. القانون الجنائي المغربي كيقول في الفصل 431 أنه خاص أي شخص يقدر يساعد واحد إنسان في خطر يدير هذه المساعدة، ولكن المساعدة ماشي ضروري تكون بالتدخل المباشر، حيث ممكن تكون حتى بالاتصال بالشرطة أو الإسعاف، وبهذا الشكل كيكون الإنسان دار الواجب ديالو بلا ما يعرض حياته للخطر. من بعد رجعنا لكلام أخ الضحية اللي شرح شنو كان واقع بين الزوجين. قال باللي المشكل الكبير كان هو المشاكل المادية، حيث الزوج ما كانش كيتحمل المسؤولية ديال المصروف، ومرات كانت حتى الماكلة ما كيناش في الدار. هاد الشيء كان كيدير ضغط نفسي كبير على الضحية، وبدات كتفكر في الطلاق. الضحية كانت خدامة في وكالة لتحويل الأموال، وكانت كتجتهد باش تعيش بكرامة، ومع الوقت قررت ترفع دعوى الطلاق بسبب الشقاق، ولكن الزوج ما تقبلش الفكرة وبدأ كيهددها برسائل وكلام خطير. للأسف التهديدات ما اتخذتش بجدية في ذاك الوقت، ووقع اللي كانوا خايفين منه. الزوج مشى لعندها في الصباح واعتدى عليها بالسلاح الأبيض. الشرطة تدخلات بسرعة وتمكنات من توقيف الجاني وهو كان باغي يهرب، ودابا القضية غادي تاخد المسار القانوني ديالها. اللي مؤلم في هذه القصة هو أنه كاين طفل صغير بقى بلا أم وبلا أب، ولكن الحمد لله العائلة ديال الأم تكلفوا به وكيحاولوا يوفروا ليه الرعاية. قبل ما نديروا الخلاصة خاصنا نقولوا واحد الحاجة واضحة: الراجل الحقيقي ما يمكنش يدير هذا الشيء. الراجل خاصو يتحمل المسؤولية ويحترم الزوجة ديالو، وحتى إذا كان بيناتهم خلاف أو طلاق فراه الطلاق حق مشروع وماشي نهاية العالم. ما يمكنش الإنسان يحل المشاكل بالعنف ولا بالقتل. العنف ماشي رجولة، والعصبية ماشي حل. الراجل اللي كيحترم راسه وكيحترم الأسرة ديالو كيحل المشاكل بالحوار أو بالقانون وماشي بالسلاح. هذه الحادثة كتعلمنا بزاف ديال الدروس. أولاً، أي تهديد خاصو يتاخد بجدية ويتم التبليغ عليه فوراً. ثانياً، المجتمع كامل خاصو يكون واعي بخطورة العنف الأسري. وثالثاً، خاص التربية على احترام المرأة وتحمل المسؤولية داخل الأسرة. الله يحفظ الجميع ويرحم الضحية، ونتمنى هذا النوع ديال الجرائم ينقص في المجتمع ديالنا. وفي هذا الأخير خوتي وخواتاتي، وصلنا لنهاية هذا الفيديو. هذه القضية مؤلمة بزاف وكتخلينا نوقفوا شوية ونسولوا راسنا: فين غادين بهذا المجتمع إلا ولا العنف هو الحل؟ خاصنا كاملين نعرفوا باللي المشاكل بين الزوجين ولا بين أي جوج ديال الناس ممكن توقع، ولكن ماشي الحل هو العنف ولا الاعتداء. الحوار، الصبر واللجوء للقانون هما الطرق الصحيحة باش يتحلوا المشاكل. الراجل الحقيقي ما كيرفعش يده على المرأة وما كيستعملش العنف باش يفرض راسه. الاحترام وتحمل المسؤولية هما أساس أي علاقة ناجحة. في النهاية الله يرحم الضحية ويصبر العائلة ديالها، ونتمنى تكون هذه الحادثة درس لينا كاملين باش نراجعوا راسنا ونخليوا الاحترام والتفاهم هو الأساس في حياتنا.
وما تنساوش خوتي وخواتاتي ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة السياسة بالدارجة باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي آراء ديالكم في التعليقات حيث الرأي ديالكم كيهمني بزاف. إلى فيديو جديد إن شاء الله، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.